بشكل سريع لأنه طبعا أخذنا سريع وقتا. من الأخذ. نعم أنا تفضل. أقول إلى أنه من الخطأ أن نقول إلى أن الأحزاب الإسلامية اتفقت لأنها تريد السلطة. هو طبعا مثل ما تفضل الأخ، هو مشروع أي حزب هو السلطة. نعم. يعني أنا بالعكس قلت هذا شيء المجتمع طبيعي يعني. مرتبك ولم أقل أن الأحزاب الإسلامية طيب، مرتبكة، أنا دكتور. قلت أن المجتمع أي. الخارج من مصر الدكتاتورية كان مرتبكا نعم. وكان خائفا، لا صحيح، بس فالأحزاب يجب الإسلامية أن لا نلوم، تبنت يجب هذا. أن لا نلوم هاي الأحزاب لأنها يجب أن لا نلوم هذه أنا لا الأحزاب. ألوم. أستاذ حسين، يعني هناك من يشير بأن الغرب وأمريكا دفعت في ظل هذه المرحلة باتجاه أن تتولى الأحزاب الدينية السلطة والحكم من أجل أن تكون بالواجهة وتخسر الرهان. هل أنت مع هذا التصور الذي يتصوره البعض؟ لا. تصوير أن الأمريكان أو غيرهم دفعوا بإسلامي العراق أو مصر أو الوصول إلى السلطة لكي تنكشف عوراتهم ويسقطوا من المجتمع، هاي نظرية مؤامرة أنا شخصيا لا أؤمن بها. ولكن أؤمن بالمقابل أن هنالك اتفاقات حقيقية مثل ما الواقع المصري مثلا أكدها بين الإسلاميين وبين الإدارة الأمريكية، اتفاق مصالح. يعني في الإخوان المصريين دخلوا بصفقات سرية مع الإدارة الأمريكية بما يتعلق بإسرائيل، بما يتعلق بالعلاقات، بما يتعلق بالملف السوري غيره، وانكشف هذا الإعلام. أما إسلامي العراق فمن الواضح أن التغيير كان أمريكيا، وقد ركبوا موجة التغيير وتماهوا معه وماكو مشكلة. وين المشكلة؟ على فكرة وغيرها كانت ترفض. ما هو هذا اللي ترفض. أنا هذا اللي أريد أقول. لا ما أريد أوصلك النتيجة. نعم. بالمناسبة الأحزاب الإسلامية لديها قوة استثنائية على خداع الواقع. شوف، أمريكا قوة استكبار الأدبيات، اللي المفروض هاي الأدبيات هي معايير أحكم بها على أدائك الحزبي. نعم. هو أمريكا استكبار، وأمريكا استعمار، وأمريكا الشيطان الأكبر، وأمريكا، لكن ماكو مانع أتعاون ويا أمريكا لكي أوصل مجلس الحكومة وأوصل مؤسسات الدولة. مو احتلال استدعاء الغرب بجيوشه إلى المنطقة، القرضاوي على سبيل المثال، حلال في ليبيا، حرام في مصر. القدرة على خداع الواقع، القدرة على التلون، القدرة على التبرير، طيب. وتوظيف الأيديولوجيا الدينية للأسف الشديد. نعم. هذه القدرة إذا كانوا يمتلكون هذه القدرة، لماذا لم تكن لهم القدرة على قيادة بلدانهم؟ أذهب إلى فاصل وأخذ الرأي من حضرتك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. من جديد أعزائي المشاهدين، ومستقبل الأحزاب الإسلامية العراقية وتأثرها بما يجري بالمنطقة. أستاذ حسين، كنت تتحدث عن قدرات لهذه الأحزاب الإسلامية. بالمقابل يتساءل البعض، هل هذا يعني أن يعني ما حصل من تدهور أمني وخدمي في العراق هو لعدم خبرة هذه الأحزاب الإسلامية؟ وأين هذه القدرات التي تتحدث عنها في قيادة بلد؟ هذا مو خاص فقط بالإسلاميين، يعني لعل العراق مني بخسائر كونية وفاجحة ولا تعوض على يد حزب البعث العربي القومي. يعني ما جناه العراق خلال 40 سنة على ايد القوميين من خسائر كونية تتعلق بسيادته وحدته وامنه واستقراره ورفاهه، اعدال ما مارسوه الاسلاميين الان. احنا نفكك بموضوعيه، احنا ما عندنا مشكله مع احد. هذا بلدنا وهذا وطننا وهذا مستقبلنا، نفكك الامور على قاعده موضوعيه. شوف سيدي الكريم، ما يسمى الان بتسونامي الشرق الاوسط، انطيني دوله من الدول بما فيه العراق استطاعت الاحزاب الاسلاميه ان تكون هي الرائده، ما ذكر من الاخوه قال هي رائده بصناعه التغيير. انطيني في مصر الرائد باسقاط نظام حسني مبارك. كانوا ينظرون الى التجربه التركيه على اعتبار التنظير واحد وقياده الواقع واحد.
أن تكون رائدا ومقداما وتخلق موج مجتمعي تجاه ثورة وتغيير، هذا موضوع آخر. الذي غير في هاي البقعة الآسنة المسماة بالشرق الأوسط المعقدة تعقيد كوني، واللي أسقطت أنظمة تاريخية، هي المجموعات المدنية الديمقراطية. في مصر مثل شباب مدني يطمح إلى حريات، يطمح إلى عيش رغيد، يطمح إلى ديمقراطية، تعاهدوا على البقاء والصمود في ساحة التحرير. تكاثرت هذه النواة وأصبحت مليونية، أسقطت نظام. من الذي خطف التغيير؟ من الإخوان المسلمين. وليش خطفوا التغيير في مصر وفي تونس وفي ليبيا الآن وغيرها من الدول؟ لأسباب كثيرة. إحدى أهم هذه الأسباب، وأرجو الانتباه لهذه المسألة، أن الأنظمة الدكتاتورية المستبدة في دولنا عدمت الحياة السياسية. ماكو حراك وثقافة سياسية في بلداننا، قيدت حكم الدكتاتورية، فانعدمت الثقافة السياسية، وانعدمت الأحزاب السياسية، وانعدم أي حراك باتجاه تطوير جوهر الأمة السياسي. بينما الأحزاب الإسلامية بناها التحتية لم تتضرر. نعم، حوربت الأحزاب كأحزاب سياسية على مستوى تنظيمي، لكن البنى التحتية للأحزاب الدينية، بنى التحتية للأحزاب الدينية لم تتضرر. حديث عن شعبيتها، يعني العراقي الذي كان يؤمن بأفكار الأحزاب الإسلامية عندما كانت بالمعارضة، الآن يتعامل معها بنفس المحبة والتقديس والقبول. أنا أتصور له ضرورة النظرة نتيجة لمراقبة أداء الأحزاب الإسلامية مجازا بالسلطة، لأنه لم تعطي لعم الأغلب من هذه الأحزاب لم تعطي طهورية في الممارسة، ولم تكن قيمية على مستوى المعيار، ولم تكن نموذجا صالحا على مستوى الحكم، سواء في إدارة الدولة أو فيما يتعلق بقضايا النزاهة وما يتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية وإلى آخره. لذلك أنا أتصور اليوم الإسلام السياسي في العراق، يعني مجازا أرجع وأكد أسميه إسلام سياسي، يواجه تحدي قيمي أكثر من التحدي السياسي. اليوم لذلك نلاحظ احنا على أعتاب انتخابات أكثر القوى الإسلامية ترفع شعار الدولة المدنية، لأنها بحاجة إلى غطاء أو مضمون قيمي يبرر وجودها بالسلطة. شكرا أستاذ حسين. السمات الطائفية للأحزاب الدينية أستاذ جمعة